واش في راسك شنو طرا البارح في البورصه من بعد الاحتجاجات اللي طراو في يوم 27 يوم 28 شو تنبيع، اللي مجموعه ديال الشباب خرجوا باش يعبروا على الراي ديالهم في قطاع الصحه وقطاع التعليم اللي كلا فريمون دق في هاد 5 سنين الاخرى. اكيد اول قبل ما نهضر على شنو اللي طرا في البورصه ديال الدار البيضاء كنبغي نضم الصوت ديالي لجميع الشباب اللي خرجوا يوم 27 و 28 وحتى 29 البارح. جميع المدن المغربيه كيطالبوا بحقوق بسيطه بحال اي مواطن، حق في الصحه وحق في التعليم، حقوق اللي من المفروض كيضمنها لنا الدستور. اولا اللي طرا هو من بعد ان الاحتجاجات اللي كانوا في هذه 3 ايام الاخرى، مجموعه من المستثمرين بداو كيتخوفوا من الوضعيه الاجتماعيه والاقتصاديه اللي تقدر توصل لها البلاد. فحاله عدم اليقين وحاله التخوف كتخلي مجموعه ديال الناس كيبداو يبيعوا الاسهم او يتخلاو على بعض من الاسهم. هذا الشيء اللي اثر بشكل طفيف بواحد التراجع ديال 2% في مؤشر المازي في بورصه ديال الدار البيضاء. اكيد تراجع اللي هو خفيف، ربما غادي يكون اكثر في يوم الثلاثاء، ربما غادي يكون اقل في الايام المقبله. ما عرفنا شنو غادي يطرا، نشوفوا الايام الجايه شنو مخبيه لينا. وقبل ما نسالي هذا لا فيديو كنقول شباب ديال جينيراسيون زد، تحياتي لكم.